السلام عليكم، كيف دايرين؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم معكم فيديو جديد في قناة كريمة هوم. غنشارك معكم بزاف ديال التحضيرات اللي غادي ينفعوكم في رمضان او بلا رمضان صراحة. كيف شفتوا اهم حاجة في التحضيرات اللي رائعة وكتجي زوينة بزاف اللي هي صوص طوماط ديال البيتزا، اولا تستعمليها في بزاف ديال لي بريباراسيون. وغادي نشوفوا ايضا غنشوفوا البودره ديال الثوم كيفاش كنصايبها، غادي نشوفوا الحامض مصير، غادي نشوفوا الفلفله ايضا مخلله. وغادي نبداو مع الثومه بودغ، واحد الطريقه اللي سهله جدا وبسيطه وما كتطلب منا لا تنشاف لا تجفاف في الشمس لا في الفران. طريقه اللي هي بسيطه فقط. شوفوا معايا هنايا خديت ربعه ديال الثوم، ربعه دايره 6 دراهم تقريبا. هنايا غادي نحاول نحيد لها القشور ديالها كاملين، وفي النهايه غتشوفوا معايا ربعه شحال ديال الكميه عطاتني. اذا هنا فاش حيدت لها القشور غادي نبدا كنقطعها كيف كتشوفوا شرائح اللي هما رقاقين بزاف. غتحاولوا ترققوها لو ماكسيموم بوسيبل. الا ما عرفتيش كيفاش ترققيها بالموس فخدي هذيك اللي كنجرو بها خيزو، حتى هي كتنجرو رقيق اكثر من الموس. شوفوا معايا كيفاش كيجي رقيق بزاف. اذا غتحاولوا المهم غتصبروا واحد شويه لهاد التقطاع هذا كياخد شويه الوقت. مهم انا هنايا راني قطعت الكميه كاملها اللي عندي، حاولت انني نديرها رقيقه وصافي. غادي نوريكم الطريقه اللي غادي نستعمل هنايا. الطريقه هي غادي ناخذ مقله وغادي ندير فيها السميده الرقيقه. هذيك السميده الرقيقه هي اللي غنطيب بها هاد الثوم، ماشي نقولوا نطيب يعني غنحمر فيها الثوم. غادي ندير لها بحال الشكل اللي كيديروا الزراعه في الرمله، تقريبا نفس الشيء. يعني غادي نبدا غنحطها فوق عافيه، العافيه اللي غادي تكون مهيله، وغادي نبدا نحركها يعني ما نزقاش من التحراك، بحال انا كنجفف هذيك الثوم عن طريق هذاك السميده. يعني كنحاول نجففها بالسميده. السميده هي اللي كتاخد السخونيه، وبديك السخونيه كنجففوا داك الثوم. صافي هنايا فاش كتشوفي بلي راه صافي تجفات وبدات كتحمر، ما غنخليوهاش تحمر بزاف، كنجيبو صفايه وكنبداو نغربلو هذاك داك السميده من ديك الثوم. كنحاولوا اننا نحيدو منها كاع ديك السميده مزيان، يعني نغربلو مزيان حتى كنضمنوا بان السميده ما بقاتش فيها. وصافي هنايا كنجيبو شي مول ولا شي حاجه ولا طبسيل اللي غادي نحطوه فيها. انا هنايا خديت واحد المول عندي وفرشت فيه البابي، وغادي نديرو فيها باش حتى داك البابي. علاش؟ حيت هي كيف شفتوا راه سخونه، يعني ما تجيوش تحطوها نيشان فوق شي حاجه. اون فوا تحطيها فوق شي حاجه وهي سخونه غادي تطلق ديك السخونيه، غادي دير البخار وغادي ترجع عاوتاني تميه. يعني ديما ديري شي حاجه ابسوربون تحت منها باش تمتص ديك السخونيه. صافي غنكمل الكميه اللي بقات ليا بنفس الطريقه في نفس السميده اللي صفيتها من قبل، وكنردها بنفس الطريقه وكنبدا نحمر فيها ونحركها ديما تحرك باش ما تحرقليش، حيت الا خليتها راه غادي تحرق. وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنشوفها بدات كتحمر وبدات كتنشف من الماء اللي فيها، وكندير لها نفس العمليه. شوفوا معايا هنا فاش بدات كتبرد شويه ها راه ولات مقرمله. صافي كنصفي داكشي اللي بقى لي حتى هويا وكنزيدو على داكشي الاخر وغادي نخليه حتى يبرد تماما. ممكن ليله كامله حتى يبرد باش يجينا في الطحين ساهل. هنايا راه خليته ليله كامله حتى لغدا ليه عاد بديت نطحن فيه. اذا هنايا كناخذ الطحانه اللي كنطحن فيها العطريه اولا اللي كنطحن فيها المكسرات، صافي وكنبدا نطحن بها شويه بشويه.
اذا فهذه الطريقه اللي هي سهله وبسيطه وتقدر اي سيده ديرها في البيت ديالها. هكا كنظنوا بانها احسن من ديال برا صراحه. علاش؟ حيت اللي كنشريوها فما كنعرفوش شنو كيكونوا طاحنين فيها، وكيقولوا بلي كيكونوا طاحنين فيها الروز. علاش؟ حيت داك الروز هو اللي كيمتص ديك ديك داكشي كتطلق لينا الثومه. حيت عارفين بان الثومه راه واخا كتجفف كتبقى كتكون فاش كتشريها الا شريتيها من عند شي سيده كتصايبها ولا كتلقايها بلي كتبقى جامده في القرعه ديالها، يعني كتجي بحال محجره، حيت ديما هي كتكون كتطلق ديك الماده ديالها اللي فيها. اذا هما كيديروا معاها الروز باش داك الروز كيمتص هذاك الشيء، وكتلقايها ديما سايحه، يعني ما متكتلاش، وحتى الريحه ديالها ما كتكونش مجهده بزاف. فهنايا صراحه الريحه راه كتكون مجهده، وكتكون كتحسي بلي راه هذيك تومه اللي كاينه عندك في شي قرعه ماشي شي حاجه واحده اخرى. صافي هنايا فاش كنطحن كنجيب الصفايه وكنبدا نصفيها باش داكشي اللي بقى لي ما تطحنش مزيان كنعاود نطحنو مره واحده اخرى. وصافي كنبدا نزيد كميه بكميه وكنطحن. شوفوا معايا راه فاش صفيتها يعني راه تغربلات وعطاتنا بودغ لتحت، يعني راه هاد الطريقه صراحه فعاله. صافي كنكمل بنفس الطريقه حتى كنطحن الكميه ديالي كامله. وإلا بقى لك داكشي اللي بقى في التالي كاع، يعني بحال دابا انا بقاو لي شي حويجات في داك التالي اللي بحال ما تقرملوش مزيان اولا ما تحمصوش مزيان، فخليتهم وخليتهم حتى يبسوا على خاطرهم عاد نعاود نطحنهم. اذا نشوفوا معايا فهذه هي الكميه اللي عطاتني رابعه اللي خدمت بها. غادي ناخد هذه القرعه اللي كندير فيها دائما، غادي ناخدها وغادي نعمرها بهاد البودغ هذه. وصافي غتكون هذه هي الطريقه وهذه هي النتيجه، وجربوها كتجي صراحه رائعه. وندوزو البريباراسيون الثانيه اللي هي لاصوص طوماط. شوفوا معايا هنايا خديت مطيشه اللي هي خاصها تكون طايبه، هذا هو لاستيش الاول. يعني خص ضروري تكون مطيشه طايبه شويه وكتخليها بالزريعه ديالها. صافي انا هنا غسلتها وقطعتها القطع، كل وحده قطعتها على 4 ولا على 3 اللي بغيتي. هنايا عندي الفلفله اللي قطعتها شرائح رقيقه، حتى هي غادي نوريكم الطريقه كيفاش غنصايبها. وعندي ايضا الحامض اللي غنوريكم حتى هو كيفاش كنصيرو. صافي غادي نخدمو بجوج مكونات اللي هما اساسيين، اللي هو الخل والملح. هادو هما اللي غنستعملهم في لي بريباراسيون التانيين. وبالنسبه للمطيشه صافي غادي ناخد هنايا درتها في بريمه، غادي ندير دوك القطع ديالها فيها وما غاديش نزيد عليها الماء كاع. فما تزيدوش الماء بالمره، فهي كطيب غير بالماء ديالها. ما تحيدولهاش القشور، دوك القشور هما اللي تيعطيوها اللون، وما تحيدولهاش حتى الزريعه، حيت ديك الزريعه من بعد راه غادي تصفى. صافي كنزيدو معلقه ديال الملح، معلقه اللي هي صغيره، وكنديروها طيب على خاطرها على نار اللي هي مهيله، ونخليوها طيب مره مره. نبقاو نديروا لها هاد الحركه هذه، ندوروها ونحركوها باش داكشي اللي الفوق يهبط للتحت واللي لتحت يطلع الفوق. شوفوا راه طلقات الماء ديالها، يعني ما كاينلاش تزيدوها كاع الماء بالمره. صافي هنا كنخليوها طيب على خاطرها. وبين ما طيب وتوجد غادي نمشي نصايب معاكم المحامض عفوا الحامض المصير. الطريقه اللي هي سهله جدا، انا هذه الطريقه المعتمده عندي ودائما تيكون عندي في الدار. يعني ما كنحتاجش انني نشريه من على برا، وكتكون النتيجه ديالو رائعه. اذا هنايا كناخذوا الحامض اللي عندنا كنغسلوه بطبيعه الحال، وشوفوا معايا كنشدو وكنفلحوه هكايا على 4. كنجي حتى لداك القاع ديالو، ما كنقطعش حتى لتحت، يعني كنقطع حتى لديك الرويصه وكنحبس. نفس الشيء غادي ندير الحامضات الاخرين نفس الطريقه.
وصافي كنجيب الملحه اللي عندي وكنبدا نحاول ندير الملحه في وسط هادوك الحامضات اللي عندي، يعني في ديك التفليحه اللي انا فلحتها كنخشي فيها الملح بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا في لا فيديو. صافي غير كنخشيها وكنديرها في القرعه اللي غادي تصبري فيها اولا تصيري فيها داك الحامض. صافي هنايا هذه قسمتها على جوج باش نخشيها في الجنب مع هذيك. اذا هذه حاجه مهمه دائما فاش تكوني كتعمري القرعه ديالك، ديما حاولي انك تزاحميهم، يعني ما تخليش الفراغ بيناتهم. علاش ما كنخليوش هذا الفراغ؟ باش ما يبقاوش يتحركوا ليا في القرعه، حيت فاش كنكب الماء راكم عارفين الا كبيت الماء غيطلعوا للفوق، والا طلعوا ليا فوق الماء فهنايا ديك المنطقه غادي تعفن، والا تعفنات فكيولي عندي داك المحلول ديالي ما صالحش. صافي هنايا فاش غنصايب الكميه كامله غادي نكون خديت الماء اللي هو غليته مزيان وغادي نضيفو ليه. شوفوا معايا هنايا فانا كنبرك مزيان باش ما يطلعليش داكشي فوق من الماء، ودائما الماء يجيني فوق المستوى، يعني يغطي ليا كاع داك الحامض ديالي باش كنضمن ان الهواء ما غاديش يدخل وداك التعفن ما غاديش يكون عندي. صافي هنايا فاش كنعمرها بالماء غادي ناخذ بابي سلوفان وغادي نغطي لها الراس ديالها مزيان، وصافي غادي نسدها وغادي نخليها اطول مده ممكنه حتى كيوجد ليا. المهم هو كيوجد ليا انا دائما شهرين كنلقاه عندي واجد، اولا حتى شهر ونص راه كيكون يبدا كيوجد. وإلا بقى مده اطول فراه ما كيخسرش، كيف ما كتشوفي هكا في القرعه كيبقى بحال هكا من غير انه كيولي معلك اكثر فقط. هنايا شوفوا معايا الطريقه اللي غادي نخلل بها هاد الفلفله. هاد الطريقه فكتحافظ على القيمه الغذائيه ديال هذيك الخضره اللي غادي تستعملي، وكتخليها عندك في الثلاجه وكتستعمليها في اي وقت بغيتي تحليها وتعاودي ترديها فما كتخسرش. اذا الطريقه شنو فيها؟ غادي ناخذ كاسونس ديال الخل، وغادي نضيف عليه 2 كيسان ديال الماء. يعني عقلوا كاسونس ديال الخل مع 2 كيسان ديال الماء، وإلا كانت عندك كميه اكثر فكتضاعفي هاد الكميه. والمنسمات هنا شوفوا خديت فلفله، خديت ورقه ديال الرند، خديت الثوم 4 الفصوص ديال الثوم، وعندي قزبور يابس، وتقدروا تنسموا باي حاجه كاينه عندكم. صافي وكنضيف لها ملعقه ديال الملح، كيف ما شفتوا ملعقه مملوءه جدا. وهنايا كناخذ هذا الخليط هذا وكنديرو فوق النار حتى يغلى مزيان، عاد كنولي كنستعملو. صافي كترجعي كتاخدي القرعه اللي بغيتي، بيان سور هاد القراعي كنكونوا معقمينهم من قبل، وكنبداو نستفوا فيهم ديك الخضره ديالي. راه تقدروا تستعملوا هاد الطريقه الفلفله، البصله، تقدروا ديروها للشيفرون، تقدروا ديروها لاي خضر كاينه عندك بغيتي تحتاجيها. مثلا في دوك لي بريباراسيون اللي كيكونوا ساهلين بحال البيتزا، خبيزات معمرين كنحتاجوا فيهم بحال هاد الشيء هكايا، كتلقايه واجد بلا ما تحتاجي كل مره تقطعيه، وكتكون القيمه ديالو الغذائيه كتزاد اكثر. راكم عارفين المخللات المنافع ديالها شحال مزيانه، يعني هي جد رائعه للمعده والقولون الى غير ذلك. صافي هنايا غادي نضيف داك المحلول عليه. كيف شفتوا فانا جاتني الكميه كثيره على هاد القرعه، وما غاديش يجي الماء فوق من ديك الفلفله، فغادي نشوف قرعه واحده اخرى اللي غادي تكون واسعه اكثر وما غاديش يبقى لي فيها هاد الزحام. صافي غادي نردهم القرعه اللي هي واسعه اكثر باش نضمن بانه داك الماء غادي يجي فوق ديك الفلفله كامله.
صافي هنايا كان داك شويه اللي باقي خاصني راه زدت فيه الماء اللي هو غليان وكتسديها وفوالا ها هي ولات واجده. تحطيها غير في الثلاجه فين ما بغيتي تستعملي الشرائح ديال الفلفله كتحلي وتاخدي منها وما كيوقع لها حتى شي حاجه هكا كتبقى. غنرجعوا للطماطم ديالنا. شفتوا معايا صافي راه بدات كطيب، فقط غادي نخليها حتى تشرب شي شويه داك الماء. من بعد فاش تشربوا غادي نخليها حتى تبرد، عاد غادي نطحنها. وصافي كنبدا نطحن في هاد لاصوص مزيان حتى كنضمن بان الخليط كامل تطحن ليا. ومن بعد كنبدا نصفيها في الصفايه باش هكا دوك القشور غادي نحيدوهم وحتى الزريعه حتى هي كتحيد. فبالنسبه للكميه اللي استعملت انا ديال المطيشه كانت هي 2 كيلو ونص. كيف شفتوا 2 كيلو ونص غادي تشوفوا شحال غادي تخرج ليا. وبالنسبه اللي بغى يبقى يدير هاد لاصوص في الدار فراه من الافضل ومن الاحسن نستعملوا ديك مطيشه اللي كتكون طويله، كتكون حمراء وطويله. واخا راه ماشي الموسم ديالها دابا داكشي باش استعملت غير هاد المدوره اللي كاينه. علاش ديك الطويله؟ حيت هي مهبره اكثر من الداخل، يعني كتعطينا كميه اكثر. تقدري ديري 2 كيلو غتعطيك واحد الكميه اللي هي كبيره د لاصوص. اما هادي فراكم عارفين ما كتكونش مهبره بزاف من الداخل، يعني كميه كتعطينا لا باس بها. صافي هنايا صفيت كاع داكشي اللي عندي، غادي نديرو في شي كاسرونه ولا شي طاوه ومن بعد غادي نردو باش يطبخ ليا مزيان ويمتص ليا كاع دوك السوائل اللي زايدين عندي. وبيان سور غادي نزيدو معاهم الاضافات اللي غادي نوريهم لكم دابا. صافي فاش بدات كطبخ شوفوا معايا هنا زدت تقريبا 3 المعالق كبار ديال لاصوص كونسونطري، يعني اللي كتكون في المعلبه. هاد المرحله تقدروا اللي ما بغاش يزيدها ما يزيدهاش، يعني اللي بغى يخليها طبيعيه 100% ما يزيدهاش. من بعد غادي نزيدو ملعقه صغيره ديال البزار، غادي نزيد نصف ملعقه ديال الملح حيت ديجا راني درت فيه ملعقه د الملح. غادي نضيف ملعقه ديال التحميره للون. بالنسبه للون الناس اللي كيستعملوا ديك مطيشه وكيكون فيها اللون، يا اما كيزيدوا شي طرف ديال البربه باش كتعطي لون احمر، او لا كيزيدوا بحال بالنسبه للمصانع علاش كتجيهم ديك لاصوص كونسونطري حمرا بزاف، حيت كيزيدوا فيها الزيتون الكحل. كيزيدوا مع هاد البريباراسيون الزيتون كحل وكيطحنوه وكتعطينا داك اللون هكاك غامق احمر اللي هو غامق بوردو. اذا هادو من الاشياء اللي كيضيفوهم، زعما الا بغيتو تضيفوهم حتى نتوما راه زعما ما كيشكلوش شي حاجه، راه كيزيدوا غير اللون فقط. صافي كيف شفتوا زدت ايضا 2 اوراق ديال الرند، ورق سيدنا موسى. ودابا غنزيد شويه ديال الزيت البلديه تقريبا 4 المعالق كبار. المهم حنا كنزيدو هاد المكونات وكنخلطو. وباش نحصلوا على قوام اللي هو غيكون كريمي اكثر كنزيدو النشا، المايزينا، وكنزيدو حتى الزبده. فالزبده هنايا انا خليت المايزينا هي الاخرى. بالنسبه للزبده حتى هي كتعطينا واحد القوام اللي هو كريمي خطير زوين، يعني اللي ما بغاش يديرها يقدر يستغنى عليها، ولكن انا كنفضلها لحقاش كتزيد واحد البنه وواحد لا تكستور لهاد لاصوص كتجي خطيره وزوينه. اذا كيف شفتوا راه زدت غير ملعقه صغيره فقط اختياريه، نقدروا نستغناو عليها كيف ما نقدروا الا بغيتو. هاد كيف ما قلت لكم تزيد لكم هاد الاشياء اللي قلت
من الأحسن. فشوفوا معايا كيفاش كتجي لاصوص، كتجي رائعة، كتجي زوينة غزالة. صافي، ونهاية غادي نزيدو كيف قلت لكم المايزينا. هنايا زدت 2 معالق اللي هما صغار. صافي اون فوا كتزيدوها كتبقاو تحركوا. انا هنايا بديت نحرك بالفوي باش كيخلط ليا مزيان داك الدقيق اللي زدت دابا، وباش ما يبقاش يتكركب عندي ويدير لي تكتلات. وصافي غادي تكون هذه اخر حاجه. ملي كتحسي بلي لاصوص ديالك راه مبقاش فيها الماء وراها شربت داك الماء اللي هو زائد طبعا، حيت هي ماشي كتكون قاصحه، ايوا ملي كتحسي بلي داك الماء اللي هو اضافي، صافي كتحبسي وكتخليها حتى كتبرد شويه. صافي فاش كتحيديها كتصفيها عاوتاني. علاش؟ باش الا كانوا عندنا شي تكتلات ديال المايزينا كيتحيدوا، حيت حنا عارفين المايزينا ماشي كامله كتذوب، كيكونوا بعض الحبيبات اللي كيتكتلوا، فغادي نعاودو ندوزوها باش اي زوائد عندنا وتكتلات غادي نحيدوهم وتبقى لنا لاصوص طوماط ديالنا كريميه وصالحه لاي استعمال، خصوصا البيتزا. هذه انا كتجيني رائعه وكتعجبني في البيتزا. حتى واحد البنه كتكون فيها، خصوصا دوك الاوراق ديال سيدنا موسى، كيطلقوا واحد الرائحه رائعه في هاد لاصوص. بطبيعه الحال اللي ما بغاش يديرهم ما كيديرهمش، انا كيعجبوني، كيعطيو واحد المذاق وواحد الريحه زوينه لاصوص. بالنسبه اللي بغى تجي بحال لاصوص اللي هي كونسونطري، العمليه راه كتكون نفس المقادير، نفس الخدمه، نفس الشيء، غير هي في هذه المرحله هذه كيشدوا واحد الزيف بحال الزيف ديال حياتي وكيبداو يعصروه، يعني كيحاولوا يخرجوا كاع السوائل اللي كاينه في المطيشه حتى كتبقى هي داك اللب ديال المطيشه الحقيقي، وكيجي هكاك معجن وغليظ شويه، وكيجينا بحال الكونسونطري. صافي شفتوا معايا هاد لاصوص كيفاش جات، فجات رائعه، جات كريميه وحتى اللون ديالها جا زوين. وصافي كنبدا نعمرها في القرعه اللي انا بغيت نحتفظ بها فيها، وغادي نوريكم شحال هو القياس اللي عمرت لي. فعمرت لي هاد القرعه هادي، وعمرت لي واحد القريعه واحده اخرى صغيره. وهادو هما لي بريباراسيون اللي صايبت. شفتوا معايا فيديو اللي كان طويل شويه، ولكن كانوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي مفيدين ورائعين، وتقدروا ديروهم اولا تقدر اي سيده ديرهم في البيت ديالها بلا ما يحتاجوا اننا نشريوهم. فقط شويه ديال الخدمه في الدار، ولكن كتحسي براسك تاخدي شي حاجه اللي هي دياريه ومن صنع اليد ديالك. وصراحه هادشي كيجي رائع وزوين. فما تخليوش هاد الفيديو عندكم فقط، بارطاجيوه مع الناس ديالكم باش يستافدوا منه. وشكرا على المشاهده والمتابعه، وكنتمنى هاد الفيديوهات يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم، فخليوا لي التعاليق ديالكم الرائعه. و إلا عندكم شي تساؤل، شي تحضيره واحدة أخرى سواء رمضانية أو غيرها، خليوها لي في التعاليق باش نديرها لكم في فيديو آخر إن شاء الله. إذا كانوا هادو هما الحوايج اللي شاركت معكم في هذا الفيديو، كنتمنى يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر مع تحضيرات وحدين أخرين. وما تنساوش التشجيعات ديالكم، فراه كتخليوني باش ندير فيديوهات وحدين اخرين بدوك التشجيعات. والى اللقاء، الى فيديو اخر.